Follow you. Follow Right. you. This. Granat, mango. Afsanur mu? Yok. This is cocktail. I am special. I am granat çak. Sen böyle durduğun zaman böyle çalışırsan في فيديو اليوم راح نجربوا تجربة الأكل التركي هنا في إسطنبول. فلهذا راح نشوفوا شحال تجيب لنا 2000 دينار جزائري في تركيا في الأكل، وراح نزيدوا لها 80,000 باش تولي تقريبا 10 يورو. فلهذا 10 يورو اللي هي 500 ليرة. فخلونا نشوفوا تجربة الأكل في تركيا ويلا بينا. السلام عليكم. كان منيو فوق. أول محل لنا اللي هو تجربة الكنافة هنا في أفضل محل في تركيا للكنافة. تي كافي تي تركي. يعتبر حلويات صفا من أكثر المحلات المشهورة هنا في إسطنبول. يقدمون الأشواك، حتى هذه علامة صفا يعتبرك معها، وطبعا السكر. Thank you. سخونة بزاف. بصراحة بلا كذب تعتبر أفضل كنافة نذوقها في حياتي. واحد البنة، واو والله واو. تحس بطعم جميل جدا، تحس بالمقرمشة. فيها سر غامض هذه. زينة بزاف حاجة. فيها البيستاش من فوق جاية مقرمشة، تقدر تاكلها مالغري راهي انا مش محبي الحلويات، لكن تقدر تاكلها عادي بنينة. هذه أول مرة نذوق شيء تركي، فاللي راح يكون أولا تقييمي على الكنافة نعطيها 10/10 صراحة، نعطيها 10/10. بنة حلاوة، خلصت الطبق هذا، ما فاتتش دقيقة خلصت الطبق. بان فاهم الطبق خلصته، كليت الكنافة كاملة معسلة خالتي ما شاء الله كليتها. ثانيا راح نذوقوا الشاي. الشاي التركي ما نقدرش نقيمو تجربته.
فيه مرارة ذوق غريب جدا، اول مرة نشوف ذوق كيما هذا. ما عندي حتى تقييم ليه. لا والله عدم معرفة، لكن نعطوه 5. تاي ما درنا والو، تاي نعطيه 5 فقط. 5 ما نزيدش فوق 5. سيبون ما يعجبنيش تاي بزاف، بصح ذوقناه دوكا بخاطر ما نجيش ناكلو، ما نجيش نشربو ديريكت، ما نجيش نشري تاي تركي الى الابد. Mehmet abi yarın gidelim mi? Bahsettiğim yere. Niye lan? Kim hasta? Vallahi geçmiş olsun, hayır olur. Tamam, önce onu hastaneye götürelim, sonra gidelim. Evet, burası. موقع في مكان مزدحم جدا. راح نخلي لكم كل الروابط وكل الاماكن اللي زرتها الان باش تجيو تجربوها وحدكم وتشوفوا. الاسعار مناسبه جدا، اسعار مع المذاق الجميل. والله غير ما راح تخسروا ولا شيء. حلويات صفا من افضل الحلويات اللي شفتها الى الان. وخلينا ناخذكم الآن إلى تجربة البحريات. فلهذا راح نجربوا البحريات. Yes. Hello. My friend. Follow me, okay? Follow me. Hello. Come inside, right? Follow you. Follow Right. you. This. Chai? Tea? Thank you. Oh, yes. Yes, عربي من الجزائر. شكرا. Desene abi şey yakacak. أعطانا شاي. هذا هو اسم المحل. Hadi var. Come inside video. Yes. هذا اسم المحل. You see this? Granat, mango. Afsanur mu? Yok. This is cocktail. I am special. Şefin arkadaşı. I am this special. Aynen. Neydi o çocuğun ismi? Faruk. Granat çak. What name for this محل? Name? Name for yanlarında المحل. Şükrü Efendi. شكرا فندم. Yeah, Şükrü Efendi. This Şükrü Efendi. اوكي شكرا يا فندم. Yeah. تعالوا إلى هذا المحل. تعال. تعالوا. Hoş geldin. Buyur abi. اوكي سي يو باي. عرفت اني يوتيوبر. اعطاني مجانا، اعطاني الحلوى، اعطاني هذا عصير رمان والله جميل جدا. هكذا قطعنا الطريق من أسفل الجسر. كل هذه المحلات بجانب البوسبور هي للأكل، فيها الأكل البحري، السي فود. هذا هو المطعم. احنا اخترنا هذا الساندويش فيش وراب هذا الأول.
والآن سندويتش السمك جانا راح نجربوه. والله لذيذ جدا، مذاق الخاص جميل جدا. لهذا ثاني من أشهر المحلات اللي ممكن تذوقوا فيه مثل هذه الأطباق. روعة. سندويتش سمك من أفضل ما يمكن أن تذوقوا في تركيا. طريقة التحضير سهلة جدا، فيه خس وفيه ليمون وسمك، فيه يعني سمكة كاملة كبيرة، جميل جدا. فلهذا ننصحكم انكم تجوا تزوروه وتاكلوا من عنده، فعلا جميل جدا. الساندويتش هذا ب 250 ليرة، حجمه كبير جدا ويشبع الشخص. لكن تنتظر فيكم قنبلة، لأنه كاين محل من أفضل المحلات راح نزوروه الآن، راح يبيع أفضل أكلة ممكن تشوفوها وغريبة جدا، ولأول مرة راح نذوقها لكنني خايف منها كثيرا. الآن حان وقت تجربة الشاورما التركية هنا في ميدان تقسيم، فلهذا خلينا نزيدو نجربوها نعطيو رأينا فيها. Ya abi. Aya gitti beni bırak orada çalış. Kolay gelsin işte. هات Bir tane. واحدة هاي. وراح نجربوا الشاورما في هذا المحل اللي جاي فيه تقسيم بالضبط، فلهذا راح نجربوا فيه الشاورما ونعطيو راينا. فلهذا طلبنا واحدة ماء نشربوا الماء، نقصوا شوي الجازوز وذاك تعرفوا لازم الواحد ينقص شوي. الشاورما التركية اللي سمعنا بها عليها بزاف، ضجيج شاورما. فلهذا جينا هنا باش نجربوا الشاورما التركية ونعطيو راينا بالتفصيل. هذه هي الشاورما تاعنا، دجاج، بطاطا، طماطم، فيها المخللات. اوكي نذوقوها ونعطيو راينا فيها. نقولوا بسم الله. نحطوا شويه هذا كاتشاب، نو مايونيز معليش، هذا مايونيز، انا لست من محبي الكاتشاب. نزيدوا لها شويه رشات فلفل مبين حار معليش، ونقولوا بسم الله. شاورما عادية كل كذا في الجزائر تاكلها هنا نفس الشيء. تقييمي ليها هو 7/10، باسكو ما لقيتش فيها حاجة اللي سبيسيال هكذا. أنا دايما نسمع شاورما أطعم شاورما، لكن ما ولا ربما كيعتبر الخبز، لربما السورية أحسن، هذيك ما على باليش، لكن نجربوها بإذن الله في الأيام القادمة. المهم حبيت نقول لكم باللي الشاورما السومة تاعها هي 160 ليرة، على بالي باللي غالية والبلاصة هذه غالية بزاف، فلهذا أنا حبيت نشاركها معكم على السريع مع التعب وكلش، نشاركها معكم بالسريع فقط. المهم استقامت 160 وزدت لها 20 ليرة تاع قرعة الماء. الآن نحن على بعد أمتار قليلة فقط من ميتجي أحمد. أكلة جديدة وغريبة جدا. Hello, how much? 21. 20, 21, 19. 19? Yeah. Give me 5. Okay, after guys. Order. 3 sade paket.
هذا هو المنيو. 6 رفات. 6. Yes. Bir porsiyon pilav sade burada. 150 lira. اوكي عطانا قفازات باش نجربوا فيها الميديات كأنه حفل حق التجارب. لهذا راح نجربوا الميديات. هذه أول مرة، لكن المشكلة كيفاش سيلبسوها. المشكلة كيفاش دخلوا الأرز داخل الميديات. بسم الله. طعم الميديات مثل اللحم، مثل اللحم تماما. نديرو هكا ونجيبوها هنا ونطيب الميديات. طعمها مثل اللحم. نعطيها تقييم 10 من 10. جميلة جدا. هل أحمد ميتشي. إلى هنا نقدر نقول لكم أن نهاية الفيديو قد حانت، فلهذا كانت أطباق جميلة جدا. نلتقي في الفيديو الجاي، والسلام.